هحكي لك دلوقتي عن أكتر من حالة من حالات الاختفاء الغامض حول العالم. تابع معايا للنهاية. أول شخص وده اسمه جيمس ويليامز، وده كان بيشتغل أمين الخزانة في ولاية كنتاكي الأمريكية. المهم إنه في سنة 1888 كان بينقل مبلغ قيمته 250 ألف دولار، والمبلغ ده كان رقم عالي جدا جدا وقتها. راح يوصل المبلغ من مكان لمكان ومرجعش تاني أبدا، والشرطة فضلت تبحث عنه في كل حتة. وكان الهدف من عمليات البحث هو إن الشرطة تطمن عليه فقط وتعرف إيه اللي حصل له بالظبط. محدش أبدا عنده شك 1% إن جيمس يسرق الفلوس، وده ببساطة لأنه أكتر شخص محبوب في الولاية ومشهور بالسمعة الطيبة والأمانة في شغله. ده غير كده يعني إن هو كان شخص غني ومش محتاج للسرقة. ويوم ما رشح نفسه لمهنة أمين الخزانة كان فاز بأعلى نسبة أصوات بلا منافس. نظرية بتقول إن جيمس أكيد تم اغتياله في الطريق من قبل إحدى العصابات. لكن الغريب هنا، ليه الشرطة ما عثرتش على جثمانه أو أي شيء يدل حتى على وفاته؟ بعد اختفائه بحوالي سنتين ادعت بنته إن والدها لسه عايش أو لسه على قيد الحياة، وإن هو بيبعت لها جوابات كتيرة جدا في الفترة الأخيرة. كل جواب منهم كان بيجي من مكان مختلف، يعني مرة من كندا ومرة من اليابان أو الصين، ومرة بعت لها جواب من سان فرانسيسكو وغيرها. ولو افترضنا مثلا إن هو فعلا لسه عايش أو هو اللي سرق الفلوس، ليه مفيش أي دولة من الدول دي كلها قدرت تقبض عليه وتسلمه؟ مش يمكن تكون بنته في وراها سر كبير مخبيه عن الجميع، وهي السبب ورا موته بالكلام اللي هي قالته ده؟ سواء كده أو كده، الشرطة فضلت تبحث عنه سنين طويلة في كل مكان، لكن للأسف كل ده من غير أي فايدة. وفي النهاية تم تصنيف جيمس على إن هو واحد من أشهر حالات الاختفاء الغامض على مستوى العالم. تاني شخص معانا النهاردة هو السيد جيمي، وده واحد من أنجح رجال الأعمال في تايلاندا. المهم كان ليه دور كبير جدا في مجال صناعة الحرير، وقدر إن هو يستورد معدات حديثة وساهم بشكل كبير في مجال الصناعة والتجارة. من الآخر كان ليه دور اقتصادي مهم في الدولة. وبالرغم من كل النجاحات اللي حققها جيمي على مدار عمره، إلا إنه ما كانش سعيد في حياته. في حلقة مفقودة محدش يعرفها أبدا. اختفى من على وش الأرض نهائي في يوم الحد سنة 1967. في اليوم ده الكل كان بيحتفل بالعيد. وقتها خرج من بيته بحجة إن هو عايز يتنزه أو يتفسح لوحده، مش عايز حد يكون معاه أبدا. خرج ومرجعش تاني. الشرطة والجيران وأسرته الكل فضل يبحث عنه في كل مكان، لكن ملهوش أي أثر نهائي، ولا حتى في أي حد التمح السيد جيمي أبدا. زي ما يكون كده اتبخر في الهوا، أو زي ما بنقول فص ملح وداب. لحد يومنا النهاردة محدش اتوصل لحل اللغز ده. تالت شخص معانا النهاردة هو المحامي الأمريكي، وده اسمه أوسكار. الراجل ده كان مسافر للمكسيك في سنة 1974، ومن ساعة السفرية دي ومحدش التمحه مرة تانية. آخر شخص تواصل معاه في التليفون كان ابنه. الشرطة كانت بتشك فيه، لكن للأسف مفيش أي أدلة علشان تدينه في قضية اختفاء والده. كمان الشرطة ما عثرتش على جثمان المحامي علشان نقول إن هو اتقتل من أساسه. نظرية قالت أكيد في عصابة في المكسيك هي اللي اتخلصت منه بعد ما قامت بسرقته، لكن طبعا الكلام ده كان غير مؤكد. آخر واحدة معانا النهاردة وهي الفتاة دروسي، ودي بنت واحد من أكبر أغنياء أمريكا. في 12 ديسمبر سنة 1910 خرجت علشان تتسوق في نيويورك، ودخلت متجر تشتري منه شوية حاجات. المهم ما رجعتش البيت في اليوم ده. الناس اللي شافتها وهي بتتسوق قالوا إن مزاجها كان كويس جدا، ومش باين عليها أي علامات تدل على الخنقة أو الاكتئاب أو أي حاجة يعني من الكلام ده. طبعا زي ما انتوا عارفين بحثوا عنها في كل مكان من غير ما يتم العثور عليها. ساعتها الأسرة اتهمت واحد من أصدقائها إن هم هربوا مع بعض، وأكيد ده الشخص الوحيد اللي يعرف مكانها. والشرطة وقتها راحت فورا على منزل صديقها، لكنهم اكتشفوا إن هو موجود، يعني ما هربش معاها زي ما أسرتها قالت. وطبعا مفيش أي أدلة جنائية تقول إن هو عمل فيها حاجة. كمان محدش يعرف هي لسه عايشة ولا لأ، لأنهم أصلا ما يقدروش يتوصلوا لمكانها من الأساس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة، وتابع كل جديد أنا بقدمه. ما تنساش إن رأيك بيفرق معايا جدا في التعليقات. وآخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك وأقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.